بكل صراحة، ايه رأيك في السينما السعودية؟ انا شايف طموح مرعب. حلو جدا. اولا الشعب السعودي عنده قدره على الفرجه على الافلام وعنده ولاء للسينما جامد قوي ومرتبط جدا بالسينما المصريه بتاعتنا. يعني النهارده لما بنروح السعوديه بجد ان الافيهات بتاعتنا والكلام بتاعنا والاغاني بتاعتنا منتشره جوه بشكل كانهم مصريين حافظين كل حاجه تماما ومتشربين جدا جدا بالافلام بتاعتنا ده وتشيز ده حقيقي. حاجه يعني انا سعيد ان احنا عملنا هذا التاثير. ده حقيقي. هم كشعب بعدد دور العرض اللي موجودة بإمكانيات الإنتاج حاليا اللي اتفتحت عشان يعملوا أفلام، الناس دي النهاردة بعد سنين بسيطة جدا هتكون عندها صناعة سينما مش صناعة فيلم. هيبقى عندها في اندستري للسينما، في استوديوهات، في ناس شغالة بشكل مختلف، في ناس بتسافر كتير قوي، شباب صغير يدرس بره سينما ويرجع تاني. اعتقد ان هم بدأوا حاجة مهمة قوي، والحاجات دي للاسف، مش للاسف بس هي العادي انها بتاخد وقت زي الطبخة اللي محتاجة نار هادية. احنا استوينا من سنة 1907 بدأت السينما عندنا تشتغل وتقوم ويعني تطلع منتجات بالفعل. فأنا أعتقد إن هم مش قدامهم 100 سنة ولا حاجة، بس قدامهم سنوات بسيطة جدا جدا. مجرد ما يطلع جيل كبير يبتدي يشيل ويكبر وينضج هيقدموا لنا سينما مختلفة تماما. بإذن فلا الله. متفائل طبعا جدا ليهم. لو اتكلمنا عن المسافة ما بين الدين والأخلاق في السينما، هل لازم الفيلم أو الكاتب يلتزم بالثقافة الدينية للدولة اللي بيتعرض فيها العمل الفني؟ أم، هو لو في الآخر مغاير للثقافة اللي موجودة بشكل مش ذكي هيكون بيقدم حاجة مكروهة جدا جدا ومش جماهيرية، لأنه في الآخر يحصل انتقاد كبير للموضوع. أنا بقول إن قوة الفن إنه ما يبقاش مباشر وما يبقاش بيتكلم بطريقة فجة وما يبقاش لازم يبقى معارض. لازم يبقى بيقدم حاجة انت ما تعرفيهاش، والا يبقى يقدم لك الجملة اللي انت منتظراها تسمعيها. يات برضو في توازن، يعني برضو ما ينفعش بني ادم يبقى بيقدم حاجة مثلا ضد الاعراف خالص بطريقة مثلا جارحة جدا جدا وتخيل ان ده هيمشي. بعدين في جهاز رقابي في الاخر، يعني انت لو مهما عملتي متجننين زي ما انت عايزة، بس لو لم يتخطى المصفى بتاعة الرقابة بشكل صح مش هيعدي. فهي حلم او فكرة لن تكتمل، لان في حد حلم. آه، واقف في النص طبعا. وساعات الحد ده بيبقى فعلا بيحمي المجتمع من مشهد معين او حاجه فيها فجاجه معينه، خاصه بالنسبه للدين. احنا شعب بطبيعته متدين جدا، ولما بيحس ان في حاجه لمست اي شيء بالنسبه لهم او فكره لمست اي شيء بيجي لنا حاله يعني هارت اتاك، وكأن الدين ده ممكن يتهز في فيلم. يعني هو موضوع مش كده بالظبط، ولكن للاسف يعني لازم يحصل مراعاه شويه لبعض الحاجات. يعني ودي اعتقد حريات ليها معايير معينه، كل دوله وليها الحريه بتاعتها. يعني في امريكا في انفتاح قوي للحته دي وكل عايز يقول اي حاجه يقولها ما فيش مشكله. ولكن طبعا الانتقاد لم يمنع مثلا دان براون من روايته شفرة دافنشي. قابلت واحد مره قال لي شفت فيلم شفرة دافنشي كود؟ قلت له ما هو كود يعني شفرة، قعدنا نلعب يعني. بس المهم ان هو في الاخر هو شايف مثلا ان ده انتقاد شديد جدا جدا مثلا للمسيحيه، وكان في اعتراض والبابا تدخل في الموضوع، وبرضه بيحصل بره يعني، فده طبيعي في كل حته يعني. which is بالنسبة لي دايما حاجة غريبة جدا ان الناس تطلب من الكاتب ان هو يتحرك جوه اطار معين، لو ما تخرجش بره الدايرة دي. انا دلوقتي كاتب بتناول العالم من وجهة نظر ديناصور بيشوف الدنيا ازاي. ليه لو قدمت شخصية ملحد بتعتبر ان انا بعبر عن نفسي وبتعتبر ان انا بدس السم في العسل وبتعتبر ان انا عايز اغير معايير المجتمع ويعني كتير من الاتهامات، وانت بتكتب اللي هو يعني انا مش عايزه اعمل اي حاجه من الحاجات دي. انا بحط شخصيه سواء كانت موجوده بالفعل او حتى شخصيه خياليه، انا كاتب، فانا اسرح بخيالي زي ما انا عايز، وانت تتقبل او لا تتقبل براحتك. بس ليه الاتهامات او ليه الناس بترفض يعني او بتمنع الكاتب ان هو حتى يفكر؟ يعني نجيب محفوظ الله يرحمه لما عمل اولاد حارتنا، كم من الاتهامات بالالحاد غير طبيعي لمجرد ان هو تناول قصة معينة بمنظور معين. مش لازم خالص تكون بتعبر عنه هو كنجيب محفوظ، ولو افترضنا انها بتعبر عنه كنجيب محفوظ، فامتى المجتمع ممكن يتقبل ده او يسيب المساحة الكافية من الحرية للكاتب ان هو يعبر عن نفسه براحته؟ ما اعتقدش ان ده هيحصل بشكل ما. يعني لو حصل يبقى الكاتب بيقدم حاجه انت عارفاها تماما ومش محتاجه تفكير. هو لازم الكاتب يبقى دايما اعلى شويه من توقعات اللي صادم. بتقدم، لازم يبقى عنده شيء فيه صدمه.
لازم يقدم لنا حاجة احنا مزعجة، تضايقنا، تخلينا نتنرفز، تخلينا نخرج عن اطارنا. تعالي نشيل كلمة كاتب ونحط كده لما بتدخلي ملاهي، اوكي، تروحي على فين؟ على رولر كوستر، ياخدك يقعد يلفف بيكي وبتاع، فتتعبي جدا وتنزلي مش قادرة وبس مبسوطة جدا. تدخلي بيت رعب فتحس انك شفت تجربة جديدة. الكاتب كذلك مطالب ان هو لما يقدم كتاب يبقى بيقدم وجبة معينة انت مش متوقعة خالص، ولازم تبقى معارضة لأفكارك. وأنا بقول إنه دايما الاتهام الكامل للشعراء زمان، لأنه في جنون الشعر، شيطان الشعر، شيطان الكتاب، في كاتب بيمليك الشيطان بيمليك كل اللي انت بتقوله ده راجع بانه بس البني ادم اللي بيقول كلام مختلف. والاختلاف عن كل الناس اللي موجودة او الشعب اللي موجود او القطيع اللي موجود دايما لازم يعمل نفور، لانه في الاخر يا انت عايز تشدنا لحاجة احنا مش جاهزين لها، يا اما احنا شايفينك مختلف قوي وبتحرجنا او بتضايقنا او بتقول افكار مش عاجبانا، عايزينك تطبل زينا. ولو طبلت زيكم ما يبقاش فن. الفن دايما في شعرة جنون، مم. لازم يكون في حرية كاملة. فأنا أعتقد إن الزمن اللي هيجي نقول فيه كاتب بيكتب تماما زي ما احنا عايزين، صدقني مش هيعيش خالص يعني. هيعمل روايات تتقري بس مش هتعيش. فلازم دايما نصدم الناس. أعتقد للأسف. أنا سعيد جدا بده بصراحة، يعني مش، انت محترف في أنا ده. بحب جدا. احمد مراد جسد نفسه في شخصية كتبها قبل كده؟ أم، لا مهرب أبدا من إن البني آدم يحط نفسه في حاجة، مش عشان يضيف حاجة من عنده يسيبها في الكتاب. بس هو في الآخر الكتابة شيء من التجربة الشخصية، مفيش كتابة محايدة ابدا. يقول مثلا أنا محايد بكتب بدون تفكير. دايما بني ادم بايظ لحاجه، عايز ينضم لحاجه معينه. ف بيبقى في دايما من كل كاركتر عندي في حاجه، حاجتين، تمانية يعني، على حسب الكاركتر نفسه. وممكن بعد شويه انا نفسي اتغير وما بقاش كاركتر ده خالص. بس بيحصل طبعا، لان ده نوع من انواع التوحد، زي كانك بتسالي ممثل. انت في وقت تمثيل الشخصيه ده بتبقى مقتنع بالكاركتر وحاسس ان انت هو، بتتخن له وتخسله وتلبس له باروكه وشنب وتبقى عايش ان انت هو بالفعل ولا لا. وشوف الاندماج ده بيوصله فين. كل ما بيندمج اكتر كل ما بيدخل جوه الشخصيه اكتر. انا حقيقي مش عارف هو انا بأطفي من الشخصيه ولا الشخصيه اللي بتديني. الموضوع دخل في بعضه كله. نشوف حد بقى يشوف لنا الموضوع دايما، يعني انا اعتمد عليك في القصه دي. شخصياتك اوريدي فيها من بعض، يعني بحس انه شخصيات رواياتك هي تطور احيانا لشخصيات سابقة فيها نفس. هل ده لانه دي طبيعة النفس البشرية، ان هم يعني البني ادم عموما بيكون متشابه في الحياة، في تصرفات معينة، في طريقة تفكير معينة؟ ده ملوش علاقة بان انا بجسد احمد مراد نفسه في الفيلم. انت بتبص لشخصيتك ازاي؟ سليمان السيوفي، يحيى راشد، اي شخصية كتبتها انت اللي خلقتها، مش زي كيرة والجن مثلا انت بتتكلم عن شخصية تاريخية يعني. من اكتر الكاركترات اللي مصنوعه صنعا يعني كيرة والجن. مفاجاه صح؟ يعني اللي موجود عن احمد كيرة في الحياه ما يجيش 5% من الموجود في الفيلم، لان هو ملوش ذكر اصلا كتير. يعني هو ذكره عباره عن 3 صفحات في كتاب مم. للاستاذ الاديب يحيى حقي، مم. فملوش ذكر تاني. يعني الموضوع مش زي ما احنا متخيلين، هو متخيل بشكل كبير. أم، يعني سؤالي كان على اليمين. ان التشابه اللي ما بين الشخصيات بيبقى. يس. هرجع تاني اقول لك انه الكاركترز اللي موجوده اللي بتتكتب او التشابه اللي موجود، الانسان ليه كتالوج عكس ما احنا متخيلين. يعني احنا متخيلين البشر دول بقى فيهم مليارات الانواع، وكل واحد ونفسيته وتربيته وحياته وكده. هي في كل بني ادم مهما بلغ الخيال بتاعه او الخروج بتاعه عن الواقع، هو في الاخر يخضع لباترن معين موجود. والا ما كانش يبقى فيه DSM-5 المثل بتاع الطب النفسي اللي هو بيقدم باترنز الناس بامراضها باشكالها بحاجاتها. هي اذا زينا زي اي مخلوق على هذا الكوكب. انا من الناس المؤمنه ان احنا احد مخاليق الكوكب، لا راكبين ولا فوق حد، ولا الكلب اهم مننا واحنا اهم من الكلب، واحنا كلنا عايشين مع بعض في بيئه واحده. وزي ما انت تقدري تصنفي تقولي الحيوان ده بيتعامل بالطريقه دي في لما بيتحط في الاسر، ولما بيخرج، ولما بتعذبيه بيحس بكذا، ولما بياكل وينبسط بيحس بكذا، برضو بني ادم عنده منطقه من النمطيه. مهما بلغنا ان احنا نغير، وهي في الاخر لو خلقت لك كاركتر مش موجود في الحياه اصلا مش هتعرفي تتعاملي معاه، مش تفهميه خالص ده اطلاقا، مش حقيقي. هتصدقيه. مم. يعني مش هتقولي اعملي كاركتر مثلا حد مدمن مثلا تماما بس في نفس الوقت مثلا بيعمل عمل مليء بالاتزان هتقولي يعني ده لا يتسق مع ده. اوتوماتيك المصفى بتاعتك الداخليه هترفض هذا النوع او تحس انه دخيل،
زي ما تاكلي حاجه مش مظبوطه معدتك مش قابلاها فبتطلعيها يعني. لينا نمط، فانا مم. بشتغل على الانماط اللي موجوده. بالعكس في الكتابه من ضمن القواعد انه نشتغل على نمط موجود اوريدي، يبقى غريب تصرفاته ما نتخيلهاش بس موجود، اقدر اقول ايوه ده كان في مجرم بيعمل كده، ايوه ده كان في بنت بتعمل كده، في ولد بيعمل كده. فوجود تنميط للكاركتر مهما بلغ من التخيل المغاير يعني هو في الاخر مهم جدا. انا كشخص هاوي حلم حياتي ان انا احضر العرض الخاص لفيلم من تأليفي، اشوف شخصيات ما كانش لها وجود انا خلقتهم، خليتهم اشخاص حقيقية من لحم ودم. ازاي اعرف اوصل للمرحلة دي؟ ازاي اعرف امسك سيناريو لعمل مكتمل جاهز ان هو يتصور ويتحول لفيلم؟ الفن بتاع الكتابة مش مجرد فن بس، اسمها صناعة السينما. يعني معنى كده انها بتمر بمراحل كتيرة جدا جدا عشان توصل لمنتج الفيلم. رقم واحد لازم يكون عندي دراية بالكتابة السينمائية، لأنها مش مجرد إحساس على الورق أو حوار لذيذ، أو الموضوع أكبر من كده بكتير، له علاقة بالزمن والإيقاع والقدرة على التأثير على شخص قاعد على كرسي في غرفة مظلمة. ازاي اقدر اخليه يحس وينفعل ويعيط ويضحك ويتشد. في فن وفي وراه فورمولا. اول حاجه لازم تدرسي الفورمولا كويس. الحاجه التانية مفيش درافت بيطلع كده خلاص يلا نصوره. هو دايما بيخضع لعوامل كتير قوي، منها ان الكاست كله بيحط الانبوت بتاعه او احساسه جوه الموضوع. محتاجه مخرج كويس، محتاجه شركه انتاج فاهمه هي بتعمل ايه بالظبط، وعندها وعد حقيقي بتحقيق الشكل العام بتاع الفيلم بعد دراسته. اتقان الشغل هو ده اهم حاجه، يعني اكتبي صح. ومفيش اي منتج ابدا هيتخلى ان هو يسيب النص بتاعك. يعني الناس دايما عندها احساس انه هل انا ممكن اوصل لو انا كتبت حتى كويس؟ هو لو لقى ورق كويس ومظبوط مش هيستنى ابدا. بالعكس الناس بتنتظر جدا عمل كويس. اللعبه ان انت ممكن تبقى متهيألك انك بتكتبي كويس، او انت شايفه انك واو. مثلا قصه صاحبتك اللي حكيتها لك في الكافيه دي من اجمل الحاجات اللي شدتك جدا، بس هي على شاشه السينما يمكن ما تشدش قوي. مم. فهي لازم يبقى فيه وعي كويس قوي. وبعدين الفن عامة تراكم. فن السينما لازم تكون بتتفرج كويس قوي وتقري كويس قوي. واللي عايز يكتب فيلم النهارده لازم يقرا في جميع المجالات ويشتغل على نفسه كويس قوي في الفرجه على الافلام. لازم ده يتم عشان نمسك فيلم. زي اقدر اقنع منتج يطلع له 50 60 مليون جنيه بشويه ورق محطوط عليه كوبايه شاي اقول له انا جامد؟ لازم يبقى فيه مذاكره، لازم نذاكر كويس. يعني لو قلنا انه الموهبة وحدها لا تكفي، هي جملة ينفع نطبقها على كل المجالات الفنية. شارب طبعا. آم، في عالم الكتابة سواء كتابة رواية أو كتابة سيناريو، الجملة دي الموهبة بتمثل كام في المية من العملية دي كلها؟ آم، اعتقد انه ممكن اقول 50% بس موهبه. في 50% حاجات تانية كتير قوي. دراية بيحصل في المجال بتاع العمل بتاع السينما، بالإيقاع بيمشي ازاي. أنا عشان أكتب لازم أكون فاهم دور العرض بتشتغل ازاي، behavior اللي بيتفرج ازاي، ايه اللي اتعمل قبل كده بشكل كبير. التوفيق العام بقى باقي كاست العمل. ما انا عامل شغل مم. كويس قوي بس المنتج مش كويس، المخرج مش كويس، فريق العمل بوظ حاجه في الموضوع، مم. ما قدرتش اديليفر صح، عندي فكره حلوه بس ما عرفتش اكتبها صح. كل دي عوامل بقى. ملهاش يعني علاقة بالموهبة. طبعا الموهبة يعني مهمة، مم. ولكنها ما تعديش 50%. ده أنا كده كمان متفائل يعني. بمناسبة انك بتحضر حاليا للفيل الأزرق 3، هتصدمنا وترعبنا كلنا من تاني. إن شاء الله. من وجهة نظرك الفانتازيا هي مخرج أو مهرب للكاتب من من الالتزام بالأحداث المترابطة أو الأحداث المنطقية، سواء كان في رواية أو في فيلم؟ هل هو بيلجأ ليها أو بيظن إن هي هتخرجه من أي التزامات بالأحداث إنها تكون منطقية أو مترابطة؟ نيجاتيف، لا طبعا الكلام ده مش صحيح. النهارده الفانتزي ليها قانون. وانت بتتفرج على هاري بوتر مثلا، مم. يعني هاري بوتر ده رغم ان فيه سحر ومخلوقات وكل حاجه، او مثلا جيم اوف ثرونز او اي نوع من انواع الفانتزي العالميه، هي بتخضع لفورمولا في الاخر. يعني انت ماشيه فاهمه الكاركتر ابتدى ازاي، ايه اللي غيروه، الرحله بتاعته عامله ازاي، انتهى الى ايه. اذا هي فيها كل قواعد الدراما العاديه، ولكن شيلي النهارده الراجل الشرير حطي تنين، شيلي مم. الحصان العادي حط حصان بيطير. يعني اقصد انه اللعبه كلها عباره عن استبدال حاجات هي ببعض. elements بس بسيطة، تعالي لكن ندي الأحداث مثل لازم تكون. تاني، نيمو. مثلا في الاخر هو في سمكه لو ضاعت ابنها هتروح تدور عليه عبر المحيطات وتطلع بره في اكياس في حوض السمك وترجع تاني والكلام ده. هو بني ادم لابس سمكه. اذا هي اللعبه كلها خدعه. هي الدراما دايما موجوده، لكن العوامل بتاعت الفانتزي لا تضفي اي شيء لو ملهاش معنى.
مم. يعني فانتزي بدون سبب قلة ادب، لازم يكون فانتزي ليها معنى. حلوة الجملة. طبعا لازم يكون ليها معنى. طيب، الناس كلها تعرف نجاحات أحمد مراد، تكسير أحمد مراد للأرقام القياسية في مبيعات رواياته أو في إيرادات أفلامه، بس أكيد في جانب خفي الناس ما تعرفش عنه حاجة. كلمنا عن المحطات الصعبة في البداية حتى. آم، انا طبعت 4 طبعات على حسابي الخاص عشان ما كانش في دار نشر موجوده. دي كانت رواية ايه؟ بعد 4 طبعات من روايه فيرتيجو، اوكي. فاضطريت ان انا اطبع لان انا العقد بتاعي انتهى وما كنتش هعرف اكمل في نفس دار النشر، واضطريت ان انا اطبع 4 طبعات واشيلهم في عربيه سوزوكي واخزنهم واشوف حد يوزعهم لي واتلقى الطلبات عشان اشتغل، عشان تفضل طبعاتي موجوده في السوق، والا هتكون الروايه طلعت واتشالت مثلا. يعني في دور النشر الشخص المسؤول عن ده اللي هو بس ده شغله بيعاني من فترة معرض الكتاب دي، بيبقى حاسس ان هو مجهد جدا ان هو طبعا بيعمل ده. فانت كنت بتعمل ده جنب شغلك. انا كنت بعمل ده جنب شغلي عشان تفضل فيرتيجو موجوده. تراب الماس خد 8 سنين، وكان في قضيه في النص، وكان في مشاكل جامده جدا عشان احقق هذا الفيلم. 3 سنين كيرة والجن، 3 سنين ام كلثوم، ده عمر بيروح على فكره. ده عمر ليه ومجهود افلام، ليه جبار. 5 افلام ما اتعملوش، ومسلسلين ما اتعملوش، واتنصب عليا فيهم، ما خدش فلوسي وما اتعملوش. وفي حاجات اتسرقت، عندي مشروعين اتسرقوا بدون ذكر هما ايه. اللي شايف النجاح بيشوف نجاح بس، مم. بس ما يعرفش ان قدام النجاح ده فيه تحتيه بالظبط لاير من الاسمنت الخشن جدا جدا. الناس معذورة يا احمد، ما انت نجاحك طاغي برضه، يعني يعملوا ايه؟ انا مش شايفه طاغي، انا شايف ان الموضوع منطقي، ان البني ادم طول ما هو موجود يجري في المكان. يعني انا لو توقفت عند كل حاجه حصلت، فشل حصل، او قلت المشروع ده، اكتر حاجه بقابلها في وسط الكتاب اللي بتضايقني جدا هو انه يعمل مشروع وبعدين يلاقيه يتعطل او يتعمل حاجه شبهه او يحصل له اي مشكله انتاجيه، فيفضل قاعد جنبه بقى مم. لغايه ما يجي حد يشيله. which is ده مش هيحصل. لو حاجه وقفت سيبها وكمل. نيكست، اتسرقت، نيكست، اتعمل زيها، نيكست، ما اتعملش خالص ظروف لا اراديه، نيكست برضو. يعني الكوفيد جه وقفنا سنه، كمل، يلا نكتب حاجه تانية جديده، نحضر عمل اخر. يعني انا اثناء ما الكوفيد شغال واثناء كيرة والجن ما هو شغال، كنت انا بحضر في ام كلثوم وبذاكر وبشتغل وكده. هي لعبه بس، دون ستوب، خلينا مكملين. هو غالبا دي اكبر نقطة قوة عندك من خلال كلامنا، ان انت انا ايا كانت ايه الظروف انا مكمل، انا هكتب. انا قلت لك انا ما عنديش اوبشن التراجع يعني، مش هلاقي فواتير، مش قلت لك؟ هنصدق انها فواتير، بس غالبا انت مدمن للكتابة. ده حقيقي فعلا، انا ما كتبتش هيبقى الموضوع فادح يعني. صفحات الحوادث بقى، ندخل في الحوادث، نطلع من الادب اه وندخل صح، انت كنت كاتب مم. في القتل للمبتدئين، لو لم اكن كاتبا لوددت ان اكون قاتلا متسلسلا. شفتي بقى؟ صح، عرفت. نطلع انا بدل ما نطلع قارئة نعمل جيدة جرايم ليك. بره، نعمل جرايم جوه في الكتب. لا الحمد لله ان هو بيكتب يا جماعة، خلوه بس كده. يكتب طول الوقت. احمد مراد كقارئ، مم. ايه اكثر ما يثير اعجابه في احمد مراد الكاتب؟ أم، انا حقيقي مش عارف الناس بتعجبها كتاباتي لغايه النهارده، مع جمهوري يعني اللي بيقرا لي او الناس اللي بتحب تقرا لي. بس انا اعتقد انه انا بميل اكتر للبحث عن تشبيه مش متوقع باللي بيتقال. يعني ما بحبش اشبه مثلا الشمس والقمر والنجوم والحاجات بالتشبيهات العاديه اللي موجوده. دايما بدور على معنى يكون مؤثر قوي على القارئ، يحس ان فعلا ده موجود. الحاجه التانية انا بحاول ادور على ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا نفسي الاقيه ومش لاقيه واكتبه. فده اعتقد بيبقى نفس المايند سيت بتاع القارئ، هو بيدور على نفس الحاجه بس هو مش هيكتبها، انا بكتبها له. مم. ف I think ان البحث دايما عن موضوع مغاير للواقع بتاعنا، حاجه داخله في الواقع السحري شويه زي تراب الماس مثلا، حاجه فيها فانتزي زي الفيل الازرق، موجود منه، ولكن يمكن الفيل الازرق عمل كلاك مع الناس يعني بشكل ما. السبب من وجهه نظري ان هو بيحتوي على قصه حب مكسوره، وبيحتوي على انسان كراكت جدا بيحاول يقف على رجله، بغض النظر ان هو رعب، هو مش رعب، هو بالنسبه لي فانتزي. يعني انا ما اقدرش اقول ايه بالظبط اللي ممكن يعجبني، بس في الاخر انا في بعض الجمل ببقى كاتبها فعلا خارجه مني بطريقه عفويه وبحب وبتعجب الناس، which is تمام.
وانت بتقراها بتحس انه ايه الجمدان ده، لا انا ساعات اللي بقول كتبت. ان القراء بيجاملوني، ساعات بقول انه مش جامده قوي كده، مالكوا في ايه يعني. اقصد انا دايما ما عنديش قياسات 100% عشان لكل بيحصل. الديفولت بتاعك ان انت جامد. لا مش كده والله خالص، بس هو فعلا صعب جدا تقدير ايه اللي هيطلع حلو وايه اللي هيطلع مم. وحش في الافلام او في الروايات او كله. يعني الواحد في الاخر انا بجتهد في كل مشهد كانه اخر مشهد، مم. ونشوف بعد كده الناس تقديرها ايه، وده معيار صعب بيتغير كل 5 دقايق يعني. دلوقتي حالا واحنا قاعدين لو سرحنا في المايك اللي قدامنا ده، انا هشوفه مايك عادي جدا، انت هتشوفه قنبلة المفروض ان هي تنفجر بعد 5 دقايق، فانت ماكسيمم المفروض تخلص اللقاء ده في خلال 4 دقايق، تلحق تجري علشان مفيش حاجة تأذيك. انت هتشوف حاجة تانية خالص غير اللي الانسان العادي بيشوفه. الروائي كيف يرى العالم، ازاي بيبص للحياة من حواليه، هل زي الشخص العادي احمد مراد قبل ما يكتب بيشوف الحياة زي احمد مراد دلوقتي؟ ما عنديش فورمولا معينه قوي للاجابه على هذا السؤال، بس ممكن اقول لك على كيس ستادي انه البني ادم وهو قاعد دايما في اي مكان بيبقى منشغل بافكاره بشكل كبير. الرواية اعتقد انه بينشغل بافكار الاخرين، بينشغل بالافعال اللي بيعملها اللي قدامه. يعني لو قاعد في كافيه مثلا وهو في ناس قاعده بتتكلم، انا اوتوماتيك عندي تمرين ان انا بقعد اتخيل الكونفرزيشن البعيده خالص بيقولوا ايه لبعض. من البادي لانجوج بحس كده هم دول متصاحبين ولا خطيبته ولا مراته ولا زعلانين ولا بيتصالحوا ولا ايه. فده اوتوماتيك بيشارك كل حاجه. انا بحس ان ساعات ببطئ الزمن، بقعد اتفرج كده على اللي بيتنرفز واللي بيتخانق واللي بيضحك واللي بتحط ميك اب واللي بتشرب شاي. كل واحد ليه طريقة معينة في الحياة. أنا بس ساعات بحس إن أنا بقدر أزوم على بني آدم معين وأقدر أتعامل معاه وأقراه بشكل مختلف. يمكن ده تكنيك عندي بس مش عند حد تاني. عنده كل حاجة، حد عنده يعني طريقته في التفكير. ما أقصدش إنها حاجة مميزة، بس أنا اللي أعرفه كويس قوي اللي بلاقيه دايما مكتوب حتى في كتب السيناريو أو الكتابة عامة. ويمكن قالها هاروكي موراكامي مثلا، قال إن أنا أي شجرة بعدي عليها وارد جدا إنها تدخل معايا في رواية. اللي بيكتب بيبقى عامل زي الانتنه المفتوحه بتاعه الواي فاي، مم. قادره على التقاط اي شيء بيعدي. زي مفتاح الواي فاي بتاعك كده تلاقيه راح لاقط كل الشبكات اللي موجوده. هي الفرق ان اللي قاعد ما عندوش رغبه في انه يبقى عنده فضول انه يعرف اكتر. الروائي عنده فضول بس، عايز يديج مور، يعرف بالظبط هو ده قاعد ليه كده، بيعمل ليه كده، قال الجمله دي من ايه، خارجه من ايه. ومصيبه لو قرا بقى كمان في علم النفس والبادي لانجوج وفهم اكتر. ربنا ما يجمعه فاوتوماتيك معاك في مكان واحد. ام ار اي بقى ماشيين بنتفرج على الناس عريانين كده، عارفه كل حاجه بتحصل. فده بصراحه ممتع. وانا اعتقد ان هو بيحول البني ادم لماشين للاستيعاب طول ما هو مم. قاعد بيقرا العالم بشكل مختلف، بخلاف طبعا الكتب والمصادر. بس ده بيطلع من البني ادم منتج تاني. حاجه كمان بلس، انا اعتقد ان الفن نابع بشكل كبير جدا من الالم. مم. في يوم من الايام انا قلت ان انا كتبت عشان زهقت. الزهق ده ألم على فكرة، ألم كبير كمان ساعات. وسقف الألم مختلف، مش كلنا بنتألم زي بعض. مش شرط ان واحد يكون مات له اهله في الحرب يبقى شبه بالظبط واحد رجليه اتكسرت. اكيد طبعا مات له اهله في الحرب اصعب، مم. بس ممكن حقيقة الامر يبقى رجليه اتكسرت دي كانت اصعب بكتير جدا من اي حاجة تانية. يعني هي اللعبة خاصة بسقف الألم. وكل ما البني آدم لو بصينا كده رجعنا زوم اوت على الوطن العربي، تلاقي البلاد اللي كتبت أكتر هي البلاد اللي تعرضت لأزمة. مم. يعني مصر، سوريا، العراق، الكويت، دول اه، اكتر بلاد بتطلع كتاب. ده حقيقي ده معناه فعلا. انه في عدد وقدرة كتابة يعني. ده معناه ان في ألم كتير. يبقى الألم والفن مرتبطين مع بعض بشكل ما، زي ما المرض العقلي والفن بيطلعوا حاجة واحدة. بدليل فان جوخ او مثلا إرنست مينجواي او فيرجينيا وولف او كل دول كانوا يعانوا من حاجات معينة. انا ما عنديش حاجة، انا بديكي مثل طبعا. لا، انت كان عندك الألم الخاص بيك، الزهق، مثلا الملل. عشان كده انا لما عملت بمل. القتل للمبتدئين العنوان صادم، بس القتل المقصود بيه هنا قتل الملل، صحيح. فانت المعاناة اللي انت عانيتها كانت هي السبب في انك تكتب، وهي السبب في انك تعلم الناس ازاي يكتبوا. بحاول. طيب، هل في اقتباس معين بيمثل لك شيء في حياتك او انت عايش بيه في الحياة؟ جملة بتختصر كل حاجة عندك. عندي جملة مختصرة جدا، مش جملة بتختصر، وهي جملة عبارة عن كلمتين كتبتها في 1919. رواية كتبتها في رسالة لكيرا وهو بيبعتها لورد، بنت أرمنية كانت موجودة بطل عندي. فهو بعت لها قال لها الحياة قصيرة، الحياة قصيرة قوي. ودي ليها معاني بالنسبة لي. والجملة قصيرة وجملة برضه. قصيرة جدا وصعب تبقى مفهوم بالظبط أنا عايز أقول إيه. بس أقصد إنه الحياة قصيرة من وجهة نظري إن هي مفيش وقت أبدا نضيعه خالص.
يعني كل الويست تايم اللي يروح لو ما كانش، انا على فكره بستخدم ويست تايم وفضا عشان اكتب، عشان بعد كده اكتب. يعني لازم افضي قوي قوي مم. واروق قوي قوي وابقى اوصل مرحله من التفاهه عشان مم. احس ان انا عايز اكتب قوي مثلا. ده مش اوكي. ويست تايم. مم. الويست تايم هو اللي هو ما بيطلعش بمخرجات معينه، مم. او ان احنا ناجل، نقول مثلا نفسنا نكتب بس مش قادرين، مفيش ديدلاين، انا عايز اكتب بس انا ما فيش حاجه محركاني قوي. مش هتكتب، حط ديدلاين، اكتب، اقرا. مفيش كتابه، اقعد اقرا، اقعد مم. اقرا لغايه ما تتشحن، لغايه ما تقول. ده انا بتكلم على عالم الكتابه. اه. وكذلك في العالم بالنسبه لي، حاسس انه اطلب الحلو الاول زي ما بيقولوا يعني. مم. اطلب الحلو الاول يعني. ما تستناش لغايه ما الاكل يجي وينزل السلطات وينزل الحاجات بتاع. مش عارف انت تقعد في المطعم ده لغايه امتى. خش في تشيز كيك وبعدين نتكلم في الموضوع. يعني دي وجهه نظري يعني. life is short. Life's short, yes. اوكي. عايزين بقى ترشيحات كتب، افلام. عيش، لو عايز ترشح اي حاجة تانية براحتك. طيب انا هرشح لك النهارده في كتاب بحبه جدا، بحس انه مناسب جدا لكل الناس اللي قاعده بتبراوز طول الوقت. الكتاب ده اسمه قلق السعي الى المكانه، الان دو ايوه. بوتون. الكتاب ده اوكي. مهم جدا. اعتقد انه مم. بيتكلم على قلق الستيتس الاجتماعي بتاعنا، مم. ازاي نقدر هو كتاب ديب قوي، بيتكلم بطريقه مختلفه. ومش مساله السوشيال ميديا وحشه، السوشيال ميديا حلوه. مش بيتكلمش على السوشيال ميديا اصلا، بيتكلم على البني ادم ورغبته في انه يفضل في مكانه معينه ما ينزلش عنها. فدي ازاي ممكن تكون قلق طبيعي. رشح لك ده جدا. هرشح لك مجموعه بتاعت نجيب محفوظ اسمها فتوة العطوف، هتعجبك قوي. فيها روايه، كذا روايه من جوه صغيره قاتله يعني. وممكن ارشح لك كتاب بتاع نيال فيرجسون. نيال فيرجسون هو ده راجل انجليزي متخصص في السياسه والاقتصاد، وعامل كتاب مهم قوي اسمه Civilizations. وده اوكي. من الكتب المهمه جدا. اعتقد ان ليه ترجمه، واللي بيحبوا القرايه اعتقد اللي بيحبوا القراءه مم. والكتابه عايزين يكتبوا. في كتاب مهم جدا جدا بتاع روبرت ماكاي مترجم في المركز القومي للترجمه، اسمه القصه The Story. روبرت ماكاي اوكي. ده 4 كتب بحبهم جدا جدا. احمد، زي ما بنستمتع برواياتك وافلامك، اتمنى يكون الناس كانوا مستمتعين النهارده بكلامنا. وخصوصا تقريبا احنا بنتكلم عن السيناريو اكتر والسينما اكتر من عالم الرواية. بس انت جمهورك في الاتنين ما شاء الله يعني. متشكر. اتبسطت جدا بوجودي معاك، واتمنى انت كمان تكون مبسوط انا سعيد جدا ومستمتع. بالبودكاست ده وبايريد دايما، لانه طبعا المشروع ده اتبنى من سنين، واحنا بنحاول نلمس بس نفهم بالظبط طريقه البني ادم في القرايه، ونفك شفره الناس ليه بتحب القرايه او بتكره القرايه. يعني عايزين نفهم بالظبط الموضوع عامل ازاي. واحنا جربنا حاجات كتير قوي جوه ايريد عشان نحاول نفهم البيهيفير، وده كان مكلف في التايم وفي المجهود البشري الرهيب اللي جوه ايريد من الناس اللي شغاله كلهم. طبعا في الاخر بشكل ما قدرنا نفهم الناس عايزه تقرا ازاي وبتحب تقرا ازاي، وانه كل جيل ليه طريقته في مم. المخاطبه للقرايه. ده حقيقي. انه اصعب حاجه في القرايه موجوده هو ان البني ادم ما عندوش حاجه يقدر يطلعها لما يقول انا قارئ. يعني ما فيش حاجه باينه عليا اذا كنت بحب القرايه وما بحبهاش. والانسان لما بيبقى ما عندوش اوبشن يطلع النضاره يحطها على المكتب عشان، او مفتاح عربيته يبين هو معاه ايه، ما بيهتمش. بالظبط. فمن هنا بدانا ندور ازاي البني ادم بيحب يقرا. واتخيل ان احنا اتمنى نكون لقينا الفورمولا يعني. اعتقد ان انتوا نجحتوا جدا في ده، وبالتوفيق يا احمد. كروائي، كسيناريست، بالتوفيق في اي ريد في كل الحاجات الحلوه اللي انت متشكر بتعملها. جدا، متشكر. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وتقدروا تسمعوها على ابلكيشن اي ريد اي بوكس. ويومكم سعيد.